ومن الحب ما صنع القوانين. احمد فتحي سرور بيفصل القوانين عشان يتجوز السكرتيرة بتاعته. المعارضة سمت قانون الخلع بقانون سندس. ترز القوانين فصل قانون الحضانة وقانون الرؤية عشان جوز سندس ما ياخدش بنته منها. وبتبدأ الحكاية في يوم الدكتور احمد فتحي سرور كان بيتعشى مع بطرس غالي في جنيف. وقتها كان رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وكان بطرس غالي الامين العام للامم المتحدة. وفي وسط الكلام على الاكل بطرس قال له انا عندي ليك بنت اسمها سندس، بس ايه، سكرتيرة ملهاش مثيل، وعشان انت حبيبي هديها لك تساعدك في شغل البرلمان، وانا خلاص مدتي خلصت في الامم المتحدة وهخلص قريب. وده حصل بالفعل. وتاني يوم سندس راحت لفتحي سرور مكتبه عشان تعمل انترفيو، ومن اول نظرة عجبته واستلمت الشغل فورا. وللحق هي كانت شاطرة جدا وعندها خبرة وجميلة، عشان كده فتحي سرور قال لها انا محتاجك معايا في مصر. وفعلا اصبحت مدير مكتبه في البرلمان والمترجمة الخاصة بتاعته، وخصص لها 3 عربيات من البرلمان اللي كان في وقتها اسمه مجلس الشعب. والعلاقة بدأت تتطور ما بينهم وخرجت من حيز الشغل ودخلت في اطار الحب. بس كانت المشكلة ان سندس متجوزة، لكن علاقتها بجوزها كانت زي الزفت. لكن احمد فتحي سرور طلب منها ان هي ترفع دعوة طلاق، وبالطريقة دي قصة حبهم بقت مهددة. ولان من الحب ما فصل القوانين، فتحي سرور بدأ يدور على طريقة يخلص بيها من جوز سندس. كان الحل في قانون الخلع، والدنيا وقتها اتقلبت والمعارضة سمت القانون بقانون سندس. لكن سرور عدى القانون في مجلس النواب اللي هو كان مجلس الشعب بالطريقة المعتادة، موافقون واللي موافق يرفع ايده. وفعلا سندس رفعت دعوة خلع، والمرة دي فعلا المحكمة حكمت لها، لان في دعوة الطلاق المحكمة رفضتها. وابتدت سندس ترتب عشان تتجوز احمد فتحي سرور. وفجأة قالت له انا خايفة نتجوز يا احمد، وده كان بسبب ان عندها بنت وخايفة انه ياخد بنتها. بس هو ده ينفع يقف قدام ترز القوانين؟ احمد فتحي سرور راح معدل قانون الحضانة والرؤية، وجوز سندس ما بقاش يقدر ياخد البنت ولا حتى يشوفها. واتجوز احمد فتحي سرور سندس وجاب لها شقة في الزمالك ب3 مليون جنيه، وبقى يروح بالليل متخفي من غير حراسة ومن غير عربيات. واتكشف الموضوع على ايد المعلم كمال الشاذلي، واحد من اباطرة نظام مبارك. في مرة كان في وفد من البرلمان كان مسافر لسويسرا، وكان على راسه فتحي سرور وكمال الشاذلي. وقبل السفر سرور طلب من السفير المصري في سويسرا انه يحجز له جناح خاص هو ومديرة مكتبه، ويحجز لباقي الوفد في فندق تاني. وطبعا الموضوع ما عداش على المعلم كمال الشاذلي، وخاصة ان العلاقة بينهم ما كانتش حلوة. وده لان كمال الشاذلي كان نفسه ياخد كرسي رئيس مجلس النواب. وابتدى الشاذلي يدور وراهم وعرف ان في علاقة خاصة ما بين سندس وما بين احمد فتحي سرور. وزي ما بنقول اول ما رجع مصر كتب تقرير مفصل للرئيس مبارك عن اللي حصل في سويسرا وعلاقة احمد فتحي سرور بسندس. واتصل بالسفير المصري في سويسرا وقال له يكتب هو كمان تقرير عن اللي حصل، لكن السفير رفض وكان خايف في البداية. بس كمال الشاذلي قال له انا هكتب كل حاجة للرئيس. شوف انت لما يبقى الرئيس يوصل له حاجة عن مكان والسفير بتاعنا ما يعرفش عنها حاجة. وفعلا السفير خاف من كمال الشاذلي وكتب التقرير ووصل للرئيس مبارك كل اللي حصل بالتفصيل. ومبارك في الوقت ده اتصل بفتحي سرور وسأله عن الموضوع وطلب منه ان ينقلها من مجلس النواب لوزارة القوة العاملة. وسرور سمع الكلام على طول، لكن سرور اتصل بكمال الشاذلي وقال له كلمتين، وقال له عمرك ما هتكون رئيس مجلس الشعب ولو كان على جثتي يا كمال يا شاذلي. والشاذلي اشتكى لمبارك، ومبارك رجع وكلم سرور تاني وقال له اقفل الموضوع تماما، بس الحب اقوى من كل ده. وفضلوا مع بعض لسنين من غير ما حد يعرف. وبعد ما مرت سنين ورا سنين، مرات احمد فتحي سرور الست زينب
عرفت كل العلاقة اللي ما بين جوزها وما بين سندس، وعلى طول طلعت على سوزان مبارك في قصر الرئاسة تشتكي من اللي بيعمله احمد فتحي سرور. وسوزان ما عجبهاش الكلام وطلبت من سرور انه يطلق سندس، وطبعا كلام الهانم كان لازم يتنفذ وطلقها فعلا. بس كل القوانين اللي طلعت لسه موجودة